عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اكلة سما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. النهاردة عملنا مع بعض مقلوبة الفول الاخضر بقطع الدجاج. عملنا المقلوبة بطريقة بسيطة وسهلة وطعمها خطير جدا. شايفين؟ حاجة كده من الاخر خيال. خطيرة جدا، اكلة اقتصادية وطعمها خطير. يلا نشوف عملناها مع بعض ازاي. يلا نشوف الطريقة والمقادير. مكوناتنا بسيطة وهي عبارة عن نص كيلو فول اخضر. انا جبته وفصصته واخدت منه الحباية اللي جوه بالطريقة دي. عندي كمان 3 كوبايات رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي كويس. عندي بصلاية ووسط متقطعة بالشكل ده مفروم ناعم. عندنا مكعبات فراخ، خدت صدر فرخة وقطعته مكعبات بالطريقة دي. عندي معلقة كمون كبيرة، معلقة ونص ملح كبار، نص معلقة كزبرة، نص معلقة فلفل اسمر. هي دي مكوناتنا بسيطة جدا ومفيش اسهل من كده. يلا نبدأ بطريقة التحضير. اول خطوة معانا، عندي حلة وحطيت فيها معلقة سمنة على معلقة زيت، سبتهم يسخنوا. بعدين هنزل بالبصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي تشويحة بس للبصلة كده بالشكل ده كده. بعد ما شوحت البصل بدأ يدبل بالطريقة ديت، هنزل بقى بمكعبات الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مكعبات الدجاج او الفراخ بالشكل ده، واشوحهم مع بعض لحد ما الدجاج عندي يستوي. شوحهم كده لحد ما لونهم يتغير بالشكل ده. بعد ما الفراخ اتشوحت عندي كده يا حبايبي، وشايفين لونها ما شاء الله اتغير، بقت ابيض ازاي ودخلت في مرحله السوا. هنزل بقى بنص البهارات اللي عندنا: الملح، كزبره، كمون، فلفل اسود بالشكل ده كده، وهقلبهم كويس. بسم الله ما شاء الله، ريحه جميله جدا. هقلبهم مع بعض واسيبهم مع بعض لمده 5 دقايق. اغطي عليها واسيبهم 5 دقايق مع بعض. وبعد ما سبت الفراخ مع بعض 5 دقايق كده لحد ما الفراخ عندي استوت كده، شايفين ما شاء الله الريحه جميله جدا. مش قادره اوصف لكم قد ايه الريحه طالعه خطيره. هنيجي بقى للمرحله التانية اللي بعد كده. تاني حاجه بقى هنزل بالفول الاخضر وهقلبه مع الفراخ. هشوحه كده مع الفراخ، ياخد تشويحه كده مع الفراخ وياخد من نكهه الفراخ كده. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا والريحه خطيره. هسيبهم مع بعض 5 دقايق. وكمان هنزل بالبهارات، احط بقيه البهارات وهقلبهم واسيبهم مع بعض 5 دقايق. بعد ما سبت الفول والفراخ يتشوحوا مع بعض كده والبهارات، ما شاء الله الريحه خطيره جدا ما شاء الله تحفه. هننزل بقى بالرز المغسول. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطريقه ديت رز مغسول متصفي كويس، هنزله على الفول والفراخ بالشكل ده كده. وبعدين هنزل بكوبايتين ميه مغليه. هنزل بميه مغليه كده الاول واشوف معيار الرز عندي، عشان انا مش عايزاه معجن، انا عايزاه مظبوط. كل واحده عارفه معيار الرز بتاعها وتظبطه. كده معيار الرز عندي تمام. هعلي عليه بقى النار، واول ما يغلي هوطي عليه علشان يتردد معايا ويتشرب كده المية بتاعتنا. وبعد كده ههد عليه عشان يتردد ويستوي مع نفسه كده على نار هادية. شغال عندي حبايبي ويتشرب المية عندي بالشكل ده. هديت عليه النار وهسيبه بقى يتردد كده لحد ما يستوي على نار هادية.
ودي حبايبي المقلوبة بتاعتنا بعد ما الرز استوى، وبعد ما غطيت عليه وسبته يتردد. شايفين ما شاء الله الرز عندي استوى تماما. هطفي عليه بقى النار وهنشوفه مع بعض. ودي حبايبي مقلوبة الفول الاخضر بقطع الدجاج بطريقة بسيطة جدا. قلبتها وحطيت عليها كمان كزبرة من فوق بتديها طعم جميل جدا معاها، او كزبرية بالمصري. حاجة بسيطة ولذيذة جدا، اكلة اقتصادية وجميلة وطعمها لذيذ جدا جدا. جربوها مش هتندموا. لو لسه اول مرة تشوفيني ياريت تعملي لي لايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.